لو عايز تشتري موبايل بتفكر في حاجات كتير، منهم الحجم، موبايل صغير، موبايل كبير. الموبايل الصغير اسهل، اريح في المسكه والشيله والاستخدام، بس بيحجمك في حاجات كتير. الموبايل الكبير اريح في الاستخدام، تعرف تلعب عليه، تتفرج على افلام، بس شيلته ومسكته رخمين. هنا بقى يجي دور الموبايلات الفولدبل، الموبايلات المتنيه. موبايل بحجم طبيعي حلو في الاستخدام، ولكن لما اخلص بعرف احوله لموبايل صغير يبقى اسهل في الشيله، او موبايل بحجم طبيعي ولكن لما احتاج ان هو يكون بشاشه عملاقه اعرف اعمل كده. ما فتحش ليه؟ بس لما افتحه بيحول لتقريبا شبه تابلت بشاشه عملاقه، وشايف ان هو ده مستقبل الموبايلات. شركه اوبو دخلت بقوه في العالم ده، وده على فكره مش اول موبايلات ليهم. شفنا الجيل الاول من الاوبو فايند ان، كان موبايل عبقري عشان حجمه والعرض بتاع الشاشه، وخصوصا الشاشه اللي بره عريضه اكتر ما هي طويله. الجيل الثاني منه نفس الشكل والديزاين، ولكن قدموا حاجات جديده، وقدموا كمان الفليب اللي بيصغر للناس اللي عايزه موبايل صغير. في مثل كده يقول لك ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي اصلا، ولكن في بعض السيناريوهات ان تاتي متاخرا بيبقى احسن من انك تيجي بدري. مش عشان انت كاريزما ولا حاجه، علشان الويف الاولانيه، الطلعه الاولانيه كده بيبقى فيها مشاكل وفيها حوارات، فانت تقعد كده وترستق وتمخمخ وتحل المشاكل دي وانت جاي. معظم الموبايلات الفليب لما بتتقفل ما يبقاش ليها استخدام قوي، والشاشه بتبقى صغيره وفي مساحه كبيره ضايعه. حط لي اكبر شاشه في موبايل فليب في العالم. كله عمال يطول في الموبايلات الفولد، لا احنا هنعرضها علشان يبقى استخدامها اسهل واحسن في الكتابه وبابعاد مثاليه. الموبايلات الفليب بطاريتها ضعيفه تقريبا تحت ال 4000، هنا حط لي اكبر بطاريه 4300. الشاشه الفولد لما بتتني بيبقى فيه زي حز كده كانك بتتني ورقه فبتفضل معلمه. اعمل لي الموبايل الثانيه بتاعته على حرف يو علشان ما تبانش وتبقى حاده قوي. فخدوا وقتهم وضافوا حاجات حلوه. في حاجه غريبه شفتها في الموبايل الفليب دوت، الخامه بتاعته هي خامه سودا كده، مع اني ما بحبش الموبايلات السودا، بس دي تحس عليها جليتر كده بتلمع شويه. ولكن وانا بعمل عليها لقيت ايه؟ عملت كده قلت اوبا الموبايل اتخربش مني. ولكن اول ما مسحتها كده لقيتها بتطلع على طول. فهم حاطين خامه كده اللي هو انت ممكن تقعد تلعب عليها اكس او اصلا. عجباني الخامه دي وعمال اجرح فيها، والله اول مره اشوفها. الفايند ان نفس النظام بس مسكته انشف كده، حاجه بريميوم، حاسه بريميوم اكتر. الهنج بتاعته حلوه قوي، طبعا اتخن بشكل ملحوظ بس مش مضايقني في الاستخدام. بس لسه ستيل المشكله بتاعت الشات البلاستيك دي هي برده الثانيه ملحوظه شويه لما تمشي ايدك عليها. هي انا اقل من كل الموبايلات وبتبصم جدا، ولازم تبقى حريص قوي في الاستخدام. طبعا مواصفات قويه، سناب دراجون 8 بلس جين 1 ودايمنسيتي 9000 بلس، الاثنين 4 نانومتر، مع واجهه اوبو الهايله والناعمه جدا في الاستخدام، واللي يزود النعومه ال 120 هرتز اللي في الثلاث شاشات، 1 2 ومن جوه 3. هيجي بقى واحد يقول لي كان ناقص الشاشه دي تبقى 120، ما تهزرش بقى. بطاريه 4520 و4300، يوم كامل مستريح ومع تنظيم استهلاك وشحن سريع. مش يعني هو سريع بس مش اللي متعود على الاوبو بقى ال 120 واط والكلام ده. يعني هنا 67 وهنا 44، لانهم اكيد برضه هيسيبوا ال 120 والحاجات دي بقى للفايند اكس والكلام ده. بصمه في الجنب صاروخيه، ستيريو سبيكر روعه. الكاميرا بقى بص، ما شفتش موبايل فولدبل بيقدم حاجه جديده قوي وقويه في الكاميرات. طبعا انت مستني اقول لك بقى الفايند ان بقى عمل كده؟ لا ما عملش طبعا، لان مش تركيز الفئه دي هي الكاميرات خالص. ولكن مع ذلك ما حطوش حاجه تعبانه او حاجه عاديه، بالعكس هو بس ما فيش حاجه جديده او ما حصلتش. في حاجات من اوبو نفسها اقوى من كده، بس ده ما يمنعش ان الكاميرات والسنسور اللي هنا حلو جدا بالتعاون مع هاسلبلاد، بتديك كده فلاتر والوان حلوه. طبعا اكتر كاميرتين ما لهمش لازمه هي الكاميرات الاماميه في الموبايلين، لانك بسهوله تعرف تقلب وتستخدم الشاشه اللي ورا في انك تصور نفسك سيلفي عظمه من اقوى. يعني ما ينفعش تقارن باي سيلفي في اي موبايل تاني حرفيا. عزل واقعي والوان، وخصوصا كمان لو بتصور فيديو، وفكره انك ينفع تحطه كده وتصور نفسك من غير بقى ترايبود. الموضوع صايع وحلو جدا، وخصوصا بقى في الترند بتاع الفيديوهات الفيرتيكال والكلام ده الموضوع هيبقى اسهل، وهتاخد كواليتي اعلى من كل الناس اللي بتصور بالسيلفي. دي كانت تجربه سريعه كده، ما لحقتش اقضي بالموبايلات كتير، ما لحقتش استخدمهم كتير، بس انا شايف ان هو ده مستقبل الموبايلات. الحاجات اللي بتتني واللي بتطلع واللي بتنزل واللي بتتشد، يعني الشكل التقليدي هيفضل موجود وكل حاجه، بس هنبدا نشوف بقى ابداعات كتير بقى وافواره في الحته دي، وانا عاجبني الاتجاه ده. احنا لسه بدري، دي ثالث سنه ولا ايه، ووصلنا لليفل محترم جدا يعتمد عليه بشكل كامل 100%، ويستبدل بالكامل موبايلات وتابلتس. وانت برضو عرفني رايك في الحوار ده، واعتبروه فيديو عوده بعد الغيبه الطويله. قد ايه بقى؟ قد ايه اخر مره منزل فيديو؟ يعتبر من شهرين، وفي ابديتس حصلت، المكان اتغير، البلد اتغيرت، اللي متابع هيعرف. وتعالى على الانستجرام او تيك توك شغال الله ينور حرق فيديوهات هناك كل يوم فيديو. الناس المهتمه اكتبوا لي في الكومنتات واعمل لكم ابديت كده سريع، عشان ان شاء الله بدايه جديده، والمره دي بجد يعني على ما اعتقد يعني. واعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.